بخصوص توقعات الأيام القادمة، لا زالت التوقعات تشير إلى عواصف شديدة منتظرة. مثلا يوم غد عواصف رعدية ستتطور. سنذهب بكم إلى تحديث نموذج الجي بي اس الأمريكي، حيث من المنتظر خلال ساعات مساء الغد أن تشتح عواصف وتتشكل عواصف رعدية بالسليانة سيدي بوزيد مثلا، كذلك تل تجروين الكاف غرد دماء وبعض المناطق الجزائرية. كذلك ستشهد تقلبات قوية كباجة وصولا إلى كل من سطيف المسيرة بوسعادة، كذلك الجلفة ستشتح أو ستشهد أمطار، وأمطار ستكون شديدة الغزارة. بخصوص خلال يوم الأربعاء بحول الله تعالى أجواء غير مستقرة تخيم على بعض المناطق الشمالية الغربية بالنسبة لتونس، لكن الأنظار ستتجه إلى يوم الخميس، حيث التحديثات تبدو قوية وقوية جدا على أقصى جنوب البلاد، حيث ربما تتشكل هناك عاصفة قوية عند مناطق جنوب تونس كتطاوين، قصر كيلان، مدنين، جرجيس، وبالتالي نترقب المزيد من الأمطار ثم عواصف رعدية قوية قد تطال المناطق الشمالية كبنزار، تباجة، سليانة، وكذلك تونس العاصمة، وصولا للمناطق الجزائرية كعنابس، كيكدا، جيج، البجاية، سوغارات، قسنطينة، ستيف، المسيلة، باتنا، كذلك بوسعادة. هذه المناطق كلها قد تكون تحت وقع هطول أمطار وعواصف رعدية يوم الخميس 5 من سبتمبر. بالنسبة ليوم الجمعة أجواء غير مستقرة مجددا، هذه المرة قد تشتهر عدة مناطق من تونس والجزائر، حيث كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة شمال تونس أو المناطق الشمالية لتونس كتونس العاصمة، مجاز الباب، باجة قد تكون تحت وقع هطول أمطار رعدية قوية، ثم تكون أحيانا ذات طابع قوي جدا قد تعمل على فيضانات وتشكل للسيول، حيث نموذج جي بي اس يشير إلى نحو 25 ملم تتعاطل في ظرف ساعة، وبالتالي نتحدث عن احتمال فيضانات بسوسة، كذلك سريان، القيروان، حفوز، وصولا إلى سيدي بوزيد، وكذلك شمال كل من صفاقس، وبالتالي نتحدث عن خطر حدوث الفيضانات. كذلك المناطق الجزائرية خاصة المناطق الوسطى هذه المرة كبوسعادة، راس الميعاد، الأغواط، البيض، المشرية، سيد الحاج الدين، عين الصفراء، غرداية، وصولا إلى ورقلة قد تشهد تأثرات أو قد تشهد عواصف رعدية قوية وصولا إلى منطقة المنيعة، قاعدة قص الطويل، المناطق الغربية لليبيا، وبالتالي تقلبات جوية هامة ستشهدها عدة مناطق من الجزائر، وصولا للمناطق الجنوبية الشرقية بالنسبة للمملكة المغربية عند الراشدية، في كيك، بوعرفة. هذه المناطق كلها قد تتأثر بأمطار وأمطار شديدة الغزارة خلال الفترة المقبلة. نتحدث عن خطر حدوث فيضانات والسيول، ولكن الأمر سيكون خطير على تونس بدرجة كبرى وكذلك على المناطق الجزائرية، وستكون لنا هناك نشرات تحذيرية خاصة على صفحتنا، لذلك أدعوكم بمتابعة الصفحة لتتوصلوا بكل